استغلي بقى موسم البرتقان كتير جدا اليومين دول. يلا بينا نستعد لعصاير رمضان، وهتقولوا في حياتنا ما عملنا عصير برتقان بالجمال ولا التركيز الفظيع اللي احنا عاملينه ده. احلى واجمل عصير برتقان هتعمليه وعن تجربه فعلا. زي ما انتم شايفين اللون بتاعه ده كده مركز، انا ما زودتوش ميه لسه ولا عملت فيه اي حاجه. من 5 6 حبات برتقان هعمل لكم الكميه الفظيعه اللي انتم شايفينها معايا دي. زي ما انتم شايفين اللون بتاعه عامل ازاي. ما تنسوش تعملوا اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، وتعملوا لايك وشير علشان اللون الجميل والبرتقاني الفظيع بتاعنا ده كل الناس تشوفه. زي ما احنا شايفين بقى هبدأ اجيب معايا، انا عامله معايا كيلو برتقان، عامله عليه نص كيلو جزر. يعني كيلو برتقان بياخد معايا نص كيلو جزر، معايا نص كيلو جزر. قطعيه زي ما انت عايزه، بس ضروري انك تسلقيه، بلاش تضربيه في الخلاط وهو ناشف كده، لا اسلقيه. عايزين نستفاد بايه كميه الميه بتاعه الجزر وفايده الجزر الجميله قوي. زي ما انتم شايفين كده بدأت بقى ان انا قطعت الجزر واحطه على النار يتسلق. قطعت معايا نص كيلو، معايا برتقان بلدي. يفضل البرتقان البلدي انه بيرمي معاكي كميه ميه حلوه قوي. ده كده كيلو واحد من البرتقان البلدي، هتشوفوا الكميه الفظيعه اللي هيعملها معايا. زي ما انتم شايفين كده هبدا اقشره. التقشير ده سهل قوي، يعني طريقه التقشير دي سهله قوي عليكي انك تقشريه بسهوله. ونفس الوقت انا عايزه افرغ كل البياض اللي جوه، يعني مش عايزه القشره البيضاء اللي جوه في البرتقانيه تبقى من بره، علشان خاطر ما تمررليش البرتقان. الطريقه دي اسهل بكتير قوي قوي من ان احنا نقعد نقشره على ايدينا كده عادي، واسهل بكتير من ان احنا نقسمه نصين ونقعد نعصره بالعصاره. هيسهل معاكي تعملي كميه كبيره قوي. اهم حاجه البرتقال، نوع البرتقال البلدي بيفرق، بيرمي كميه ميه كتير. زي ما انتم شايفين بوريكم هون القشره البيضه دي لا بتكون مش حلوه بتمرره، بتبقى اسهل ان انت تقطعيه كده من فوق، بتشيلي حته منه، بتبداي ان انت تقطعيه كده 4 ارباع او قسميه ارباع كده، وابداي شيلي القشره حاجه حاجه. بيسهل معانا قوي قوي. خلاص كده بتطلع بالقشره البيضه اللي فيها كلها. شايفين الجمال ده كله؟ خلاص كده خلاص. 6 7 حبات البرتقال بتوعي جهزوا اهم، والقشره بتاعته خلاص البيضه اتشالت خالص وبقت جميل. نبدا بقى ايه، ده برتقال بلدي فبيبقى فيه بذر. النوع ابو سرعه ما بيبقاش فيه بذر، بس احنا البلدي هيرمي معايا كميه ميه كتير قوي. يعني انا هعصره وهوريه لكم وانا دلوقتي بصفيه. هو ما فيهوش خالص تفل كتير، لان البلدي معروف ان بيرمي معانا كميه ايه، كميه ميه كتير. زي ما انتم شايفين كده هبدا ان انا اشيل كل البذر اللي فيه، ما تسيبيش ولا بذره. بصي عليه كويس عشان خاطر البذرايه الواحده ما تمرلكيش العصير. وطريقه سهله قوي، اسهل من ان انا اقعد اعصر على العصاره، سواء عصاره بالكهرباء او عصاره عاديه. الطريقه دي اسهل. قطعي كميه البرتقال بالطريقه اللي تعجبك. انا مقطعاها كده بس عشان التصوير، الطريقه اللي تعجبك قطعيها بيه. قطعيها ارباع، قطعيها قطع زي ما انتم شايفين. بيكون الجزر كده بتاعي السلق خلاص واتظبط وبرد. خلاص ان انا هبدا بقى ان انا ايه، ان انا هضيفه على البرتقال. زي ما انتم شايفين بقى خلاص. زي ما انتم شايفين قطعت الكميه اهي. الكيلو بقى البرتقال اللي معايا ده كيلو برتقال من البلدي. انا بوريكم في كميه بسيطه اهي، واعملوا بقى بالكميات اللي تعجبكم. الكيلو خد معايا نص جزر اهو. الجزر بتاعي اتسلق، ده كده نص كيلو جزر بالظبط. انا قطعته وسلقته. هنزل بقى بكميه البرتقال في الهاند بلندر في الخلاط